وأتساءل وبحرقة كيف لناخب الوطني منذ 2019 لم يستطع أن يتحكم أو أن يختار خط دفاع قوي. منتخب المغرب أصبح مكشوف، بعض اللاعبين على المستوى الفردي تنقصن المساحات وتكون مراقبة من مشكلة المغرب في مشكلة كبيرة جدا كمان يا هيكل. في أوقات بيبدأوا المباراة في سنة بطء، بيسيب مساحات للمنافس، في دايما بعودته. وسأبدأ بالأستاذ محمد الميغودي احتفاءنا بعودته لبرنامج الكرة العربية، ونبدأ مع الأستاذ بالنسبة لهذه الكأس الإفريقية، لأنه إلى حد الآن لم نستمع لرأي الأستاذ في هذه الكأس الإفريقية. أستاذ، هل أنت راض على المنتخب المغربي في كأس أفريقيا؟ لأنه أستاذ محمد الميغودي كنت متخوف نسبيا من هذا المنتخب مع وليد الركراكي، خلينا نكون واضحين. هل الآن بعد 4 مباريات أستاذ محمد الميغودي مقتنع بما يقدمه المنتخب المغربي؟ والله عزيزي هيكل، اولا في البدايه دعني اقدم التحيه لكل افراد برنامج الكره العربيه. اشتقت اليكم من داخل الاستوديو، اما كنت حاضرا معكم من خلال المتابعه. اعتقد ان التخوف من المنتخب المغربي او من اداء المنتخب المغربي لم يعد مساله مغودي محمد، بل اصبحت عنده راي عام وطني، خاصه في اللقاء امام مالي، لأن الفريق الوطني المغربي لم يظهر بالمستوى المطلوب، والمنتخب المالي كان أكثر تحكما في اللقاء من المنتخب المغربي. هذا التخوف غاب أمام منتخب زامبيا، ولكن أيضا عاد أمام منتخب تنزانيا، لأن منتخب تنزانيا كانت أمامه فرصتين لو سجلهما لدخلنا في الشك بشكل فظيع، ولكن أعتقد أن القدر كان بجانبنا. شخصيا عزيزي هيك أقول أن المحك الحقيقي للمنتخب المغربي، أو أن الدخول الرسمي للمنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم سيكون يوم غد أمام المنتخب الكاميروني. سيكون على مستوى المنتخب الوطني، سيكون على مستوى الناخب الوطني وطاقمه المساعد، سيكون على مستوى اللاعبين، لأننا سنكون أيضا أمام منتخب قوي، وأيضا سيكون أمام الجمهور المغربي الذي عليه أن يحضر بقوة ويشجع بقوة. لقاء الغد أنا أعتبره هو بداية حقيقية للمنتخب المغربي بكأس إفريقيا، لأن حتى في اللقاءات التي مرت فزنا، تعادلنا، تأهلنا، ولكن أعتقد أن الرأي العام الوطني عنده إجماع على أن الفريق الوطني المغربي لم يكن مطمئن، وخاصة أنه ظهرت بعض العيوب، وأنتم أدرى مني وخاصة المحللين التقنيين، ظهرت بعض العيوب على مستوى خط الدفاع. وهنا أتساءل وبحرقة كيف لناخب الوطني منذ 2019 لم يستطع أن يتحكم أو أن يختار خط دفاع قوي، وأن أعتقد أن سر أمان أي منتخب، فبالإضافة إلى حراسة المرمى أن يكون حارسا كبيرا، يجب أن يكون خطا دفاعيا قويا، وأعتقد أن العزيز حليش يعرف ذلك أكثر مني. أقول في الختام سعيد بالتأهل، ولكن أيضا التخوف لازال موجودا. غدا هو بداية المحك، والأكيد أننا سنكون مع الفريق الوطني المغربي إن شاء الله في لقاء الغد. طبيعي، أنا معك تماما، لأن مباراة الغد سيكون الامتحان الحقيقي ممكن الأول للمنتخب المغربي، لأنه إلى حد الآن المغرب باستثناء مباراة مالي، والحقيقة يعني مالي رغم تفوقها على المنتخب التونسي، ولكن مالي ليست الكوت ديفوار وليست الكاميرون وليست السنغال وليست الجزائر في هذه الكأس الإفريقية، حتى تكون الأمور واضحة. لهذا أنا مع الأستاذ تماما أن المحك الحقيقي سيكون انطلاقا من الغد بالنسبة للمنتخب المغربي. وذكر فقط أنه محمد أمين عمر حكم مصري سيكون حكم مباراة الغد، مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني. نرجع لطارق في ملاحظة مهمة، لأنه الجميع يتحدث عن غياب أوناحي، لأنه ربيع تحدث عن بعض الصعوبات بالنسبة للمنتخب المغربي في المباراة الأخيرة. هناك من يقول أن أوناحي كان الجندي الخفي، الجندي الذي لا يظهر. أوناحي دائما اللاعب الذي يعطيك ممكن نوع من التوازن إن صح التعبير للمنتخب المغربي. هذا اللاعب ممكن سيفقده المنتخب المغربي. في لاعبين ممكن فنيا رائعين جدا ولكن تعويضهم يبقى سهل، ولكن في لاعبين حتى ليسوا بنفس الجودة الفنية، ولكن تعرف قيمة اللاعب في وسط الميدان تعطي استقرار تكتيكي كبير جدا للمنتخب المغربي. اكيد هيكل أوناحي معناتها من الناحيه الدفاعيه ممتاز، وخاصه الحركيه في وسط الميدان، معناتها فما حركيه. أوناحي ياخذ عديد الكرات في ما بين الخطوط، يعرف يتصرف معناتها بالكره. هو صله الربط ما بين الدفاع والهجوم ومتوسطين الميدان الهجوميين.
ويعطي حركيه وفي افتكاك الكره دائما موجود. لكن حسب رايي مشكله المنتخب المغربي ما تنجمش تتلخص في غياب أناحي، لانه حتى في الدور الاول حتى في مقابله مالي بوجود أناحي ما كانش المنتخب المغربي مقنع. المنتخب المغربي نعتقد على المستوى الجماعي الافكار الجماعيه في الجانب الهجومي مفقوده، وكانه المدرب مركز على الامكانيات الفرديه لبعض اللاعبين على غرار دياز، وفي المقابله الاخيره حكيمي، وحتى اكثر اللعب كان مركز على الجهه هذيك. وذلك علاش المنتخب التنزاني ما لقاش صعوبه في غلق المنافذ، لانه منتخب المغرب اصبح مكشوف. بعض اللاعبين على المستوى الفردي تنقصن المساحات وتكون مراقبه عن قرب، ما عادش يلقى حلول. المنتخب المغربي نعتقد منتخب مقابله الكاميرون باش تكون اصعب من نواحي، لكن ممكن المنتخب المغربي لانه عنده لاعبين عندهم امكانيات فنيه محترمه في الهجوم. إذا كان المنتخب الكاميروني ما يعرفش يلعب ضد المنتخب المغربي ويطمع في اللقاء، ممكن لاعبي المغرب يلقاو مساحات اللي ما لقاوهاش في مقابلة تنزانيا، ممكن تسهل عليهم من الجانب الهجومي. لكن الحقيقة منتخب الكاميرون معناتها ممكن أحسن مقابلة شاهدتها في الدور الأول كانت الكاميرون والكوت ديفوار، معناتها زوز فرق ممتازين جدا. وما لاحظته في كأس الإفريقية هذه الفرق الإفريقية جنوب الصحراء تحسنت كثيرا على المستوى الدفاعي والانضباط التكتيكي، فما تحسن كبير. السذاجه اللي كنا نشوفوها والاخطاء الدفاعيه اللي كانوا يرتكبوها نقصت برشا في الكأس الافريقيه هذه، وذاك علاش ظهروا بمستوى احسن من العاده. صحيح، انا شاطرك الراي تحسنوا كثيرا على مستوى الانضباط التكتيكي والمستوى الفني بالنسبه ولكن في بعض الاحيان هناك بعض الشطحات والنطحات الغير عاديه. كانت الامور جيده في نيجيريا، بعدين مش نرجع نيجيريا مع رفيق ونتحدث عن منتخب مباراه الجزائر ونيجيريا. الامور رائعه تماما، تقريبا افضل فريق في البطوله، يحقق في انتصارات عريضه جدا. اوسيمان لوكمان، اوسيمان يحب يكمل هداف البطوله، تخاصم مع لوكمان لماذا لا تمرر لي الكره، وبدات العمليه تكبر، وفي الاخير اوسيمان اراد ان يسافر، وبعدين مشيت في حكايه الفلوس، ورجعنا لمباراه الكونغو الديمقراطيه اللي ما رجعش فيها اوسيمان بين الشوطين. في بعض الاحيان هذه المنتخبات يعني لا تفهمها الحقيقه. سنعود بعد ذلك لهذا. نمشي مباشره كابتن علاء ميهوب. كابتن علاء، تابعت البطوله بتفاصيلها دون شك. مباراه المغرب الكاميرون، حسب رايك شاهدنا الكاميرون منتخب قوي الحقيقه. عجبني الكاميرون انه اعاد تشبيب الفريق سامويل ايتو، والفريق رائع جدا، يعني بسرعه وجد ضالته في فريق جديد وفريق ممتع. كيف يجب أن يلعب المنتخب المغربي مباراة الغد أمام الكاميرون كابتن علاء؟ تحياتي ليك يا هيكل، وتحياتي لكل برنامج الكرة العربية، ويمكن تحية خاصة جدا للأستاذ محمد المغودي، وحشتنا على فكرة جدا، ودايما كده متألق ومنور الشاشة. مش هضيف كتير يا هيكل على موضوع المغرب، هتكلم عن المغرب في عجالة كده. كابتن طارق يتكلم على المغرب وعلى مستوى أناحي فعلا. كابتن ربيع اتكلم على المغرب والمشاكل اللي كانت موجوده. هي مشكله المغرب في مشكله كبيره جدا كمان يا هيكل. في اوقات بيبداوا المباراه في سنه بطء، بيسيب مساحات للمنافس، في دايما احتفاظ بالكوره. انا ومن وجهه نظري ممكن ابقى غلطان، لكن انا عارف المشكله كلها في المغرب في خط وسطها. خط وسط المغرب مش في احسن حالاته، ولا دفاعيه ولا هجوميه، لان هو لحد الان ما قابلش فريق قوي. في بعض الفرق يمكن احرجت المغرب جدا، لكن مش ده خط وسط المغرب اللي يطمنك. وهي دايما مشكله الفرق الكبيره هيكل في تحكمك في وسط ملعبك، هو اللي بيديك زي ما بنقول المؤشر انت حالتك الفنيه عامله ازاي. عشان كده دايما المغرب اداؤه مش ثابت، في بعض الاخطاء كتير جدا، في بعض الاحتفاظ بالكره كتير جدا غير مبرر بالمره، لكن في الاخر اللي بيفرق النجوم. النجم بيعرف يعمل لك الفرق، زي ابراهيم دياز في اخر مباراه استلم وعدى وشات كره في الضيقه. يمكن كانت احسن مبارياته على فكره، لان طول البطوله مش ده ابراهيم دياز بغض النظر كان بيشارك او لا مع ريال مدريد. لكن هي دي مشكله المغرب، هيقابل فريق متطور جدا يا هيكل زي ما تفضلت قلت، عنده عناصر شابه كتيره جدا. وبعدين الكاميرون تاريخيا في البطوله دي ليه باع طويل جدا في بطوله افريقيا. يعني دايما الكاميرون عنده منتخب قوي،
حتى لو ما بقاش في التصنيف عالي قوي، لكن دايما تحس ان هم عندهم لعيبه، عندهم دايما افراز لعيبه كويسه جدا، لعيبه صغيره بتاخد اماكن من النجوم الكبار. عشان كده منتخب الكاميرون منتخب قوي جدا، بيدافع كويس قوي. كابتن طارق اشار لنقطه ان الحته الدفاعيه بالنسبه للافارقه الى حد ما اتحسنت، ودي يمكن انا ملاحظها، لكن ما زال عندهم اخطاء. يمكن لما تيجي مباراه ان شاء الله مصر وكوت ديفوار هقول لك عليها هيك، لكن الكاميرون فريق مقلق، ما ينفعش تديله مساحات. قوه بدنيه قويه جدا، ما بيهابوش الموقف. ممكن المغرب والجماهير والارض وكده، والمغرب من جوه كبار، لكن هم بيعرفوا ازاي يلعبوا تحت الضغوط دي. بتمنى المغرب يبقى في احسن حالته دفاعيا وهجوميا، ما يستعجلش الفوز، يسير المباراه. ولازم النجوم تبان في المباريات دي. هيكل النجوم الكبيره هي اللي بتحسم المباريات اللي هي انت محتاجها فيها. كل الامنيات الطيبه ان شاء الله للمغرب، وتشوف مباراه ونتيجه ان شاء الله في صالح المغرب يا رب. هذا ما نتمنى أن المنتخب المغربي يوفق يوم الغد أمام المنتخب الكاميروني. نذكر أنها ستكون المباراة الثانية يوم الغد، مباراة الساعة 10 ليلا بتوقيت الدوحة، في حين المباراة الأولى ستجمع المنتخب السنغالي بالمنتخب المالي المتأهل من المغرب، والكاميرون يلاقي المتأهل من الجزائر ونيجيريا. الجميع ينتظر في مواجهة حاسمة، مواجهة كبيرة، ممكن مواجهة تاريخية في هذه الكأس الأمم الأفريقية، باعتبار قيمة ما يقدمه إلى حد الآن المنتخب المغربي وأيضا المنتخب الجزائري. الفقرة العفوي ربيع الذي تحدث عن تطور المنتخب المغربي من مباراة إلى أخرى في دوري المجموعات، ولكن ربيع أعتقد أن المباراة الأخيرة أمام تنزانيا أدخلت نوع من الشك بالنسبة لمحبي وجماهير المنتخب المغربي، خاصة أن المباريات القادمة ستكون المباريات الصعبة وستكون الامتحان الأقوى في هذه الكأس الإفريقية. هو بكل تأكيد يعني نتيجة 1-0 اللي كان بإمكانها تكون أكثر من 1-0 لو تم استغلال ممكن فترات قوة المنتخب المغربي، لكن ممكن على مستوى خاصة المنافس لما تشاهد بتلك السلاسة على مستوى الخروج بالكرة، كذلك على مستوى التحولات، و يعني استطاع أن يهدد المرمى في العديد من المناسبات سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني. كذلك ممكن أداء لبعض العناصر على المستوى الفردي، كل هذا ممكن أعطى نوعا ما تخوف بالنسبة للشارع المغربي الذي كان ينتظر على أن المباراة تكون سهلة ويكون ممكن في طريق مفتوح لكي يفوز ممكن بأكثر من هدف. والأكيد بأن وليد الركراكي مطالب بممكن بعض التعديلات الطفيفة أو بعض الملاحظات إن صح التعبير، سواء على مستوى البلوك الدفاعي لما يكون متقدم، كيف يمكن أن يكون مبدأ الأمان متوفر حتى لا يمكن للمنافس أن يجد تلك السلاسة على مستوى الخروج الكرة وتهديد مرماك. كذلك ممكن في رأيي الشخصي على مستوى التغييرات، في رأيي الشخصي أن تكون هناك تغييرات بديلة يغير من شكل الفريق وممكن ينعش إن صح التعبير أو تجديد دماء الخط الهجومي، لأنه لاحظنا يعني تقريبا في كل المباريات التركيز أو الإصرار على اللاعب بن صغير الذي في رأيي الشخصي في كل المباريات التي دخلها لم يكن له بصمة ولم يكن له يعني أداء واضح من خلال تغيير شكل هجوم المنتخب المغربي، عكس ممكن المنتخبات الأخرى التي استفادت ممكن من تغييرات وغيرت من شكل هجومي لمنتخباتها. ونحن نلعب أمام منتخب صلب، منتخب إن صح التعبير يلعب 3 على مستوى قلب الدفاع، بمعنى آخر يتكتل بالخمسة. لا ننسى كذلك بأنه على مستوى الانتقال فهو جيد، خاصة على مستوى الارتداد الفردي من خلال اللاعب مبومو. كوفانا المهاجم الشاب، لكن الأكيد من خلال أداؤه من خلال تسجيله لهدفين على ما أعتقد في هذه المسابقة، كل عوامل أكيد سوف يقف عليها الإطار الفني. نتمنى التوفيق لوليد الركراكي وللمنتخب المغربي، وكما قلت يجب على المنتخب المغربي ليس مسألة أنه يكون أداء استعراضي إن صح التعبير أو فرجوي، لكن يكون أداء مقنع، يكون أداء فعال. ونتمنى إن شاء الله أن المنتخب المغربي يوفق كما قلت في فترات قوته، خاصة يعني عدم إهدار الفرص التي ممكن أن نترجمها إلى أهداف حتى نوعا ما تسهل علينا المباراة وندخل ممكن شيئا ما طمأنينة للجمهور وللشعب المغربي إن شاء الله.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك أحدث تحليلاتنا الرياضية اليومية.